الحمار المصري في أي دولة بره بيتضرب له تعظيم سلام، ومحدش هناك يجرؤ يهينه أو يخليه حتى يشتغل ولا يجر عربية، لأنه كنز ومطلوب ب1000 دولار، يعني تقريبا 50,000 جنيه. لكن ليه الحمار المصري مطلوب بكل المبلغ ده؟ وبيعملوا بيه إيه؟ ويا ترى إيه هي استخدامات جلد الحمار اللي الكل بيطلبه؟ انت عارف ان الصين ودول كتير بره مصر بيسعوا انهم يشتروا كميات كبيره جدا من الحمار المصري؟ اصل طلع ليه استخدامات كتير قوي عندهم، لدرجه انهم ما بقوش يستغنوا عنه في معظم صناعاتهم، وتحديدا جلد الحمار اللي بيحتوي على الكولاجين وبيستخدم في حاجات كتير قوي، من اول منتجات البشره والميك اب لغايه الحلويات. ايوه زي ما سمعت كده، الحلويات والله. وحسب المصري اليوم، الكولاجين المستخرج من جلود الحمير بعد ما بيتخلط بأعشاب ومكونات تانية بيستخدم لإنتاج منتجات استهلاكية، وبيكون الهدف منها إن تخلي الإنسان مزاجه رايق، يعرف ينام براحته كده يعني. ده كمان بيعملوا منه كريمات تشد الوش وتخلي الست العجوزة تبان شباب. ومن مميزات الحمير وتحديدا الحمار المصري اللي مخليه مطلوب بالشكل ده عن أي حيوان تاني هو مقاومته العالية للظروف المناخية الصعبة، علشان كده الصين طالباه ب1000 دولار من مصر. إبراهيم نجم، واحد من تجار الحمير في الصين، قال إن مصر بتصدر جلود ب8000 حمار سنويا، وفي سوق تهريب، خصوصا إن قيمة الحمار المصري سعره 1000 دولار تقريبا، يعني من 49,000 ل 50,000 جنيه، وده بيخليه تجارة منتشرة بالنسبة للمصريين. نجم قال إنه بيتم التعامل في عملية الاستيراد بوحدات متخصصة في الوزن، وقال كمان إن سلالة الحمير المصرية تعتبر الأفضل على مستوى العالم، وده لأنها سلالة قوية ومناعتها عالية، وده غير إنها أرخص بالنسبة لباقي السلالات التانية. علشان كده الصين مهتمة جدا بشراء الحمير من التجار المصريين، خصوصا في الفترة الأخيرة. والحقيقة بقى إن التجارة دي مربحة جدا، أكتر من 200%. أصل لما تشتري حمار حتى لو كسر ب 800 ولا ب 4000 جنيه وتبيعه ب 50,000، دي تبقى حاجة مربحة جدا. واحد من تجار الحمير قال لموقع سكاي نيوز إن أسعار الحمير بتتراوح من 800 جنيه ل 4000 جنيه، وبتختلف الأسعار علشان ترضي كل الشرائح حسب حاجة كل شخص. وقال إن الفرق في السعر بيرجع لعمر الحمار وقوة البنية، وعموما أنثى الحمار هي الأغلى. بس يا ترى إيه استخدامات جلد الحمار؟ جلد الحمير المصري طلع بيستخدم في حاجات كتير عمرنا ما كنا نتخيل إن هو بيدخل فيها، زي الحلويات وقطع الجاتو المعمولة من جيلاتين جلد الحمير. كمان اليابانيين بيستخدموه في صناعة بعض منتجات الميك اب، لأنه مش بيضر البشرة مقارنة بباقي مستحضرات التجميل التانية، وكمان بيدخل في صناعة مستحضرات يابانية بتتصدر لعدد من دول شرق آسيا. وفي الصين بيعملوا منه مادة اسمها الاي جياو، مطلوبة قوي عند الناس الأغنياء هناك، وده بيفسر لك ليه الصين عندها استعداد تدفع مبالغ كبيرة علشان تاخد الحمير من افريقيا، لأنهم في المقابل هيلاقوا الأثرياء اللي يعوضوا اللي دفعوه الضعف والضعفين. وده اللي مخلي الصين ماشية في كل بلد في افريقيا بتدور بايديها واسنانها على مصادر جديده لتوفير جلود الحمير. ده حتى في منظمات طلعت حذرت وقالت انهم كده بيقطعوا برزق الناس الغلابه والفلاحين اللي طول عمرهم بيعتمدوا على الحمار علشان يساعدهم في شغلهم وينقلهم من مكان لمكان، باعتباره وسيله مواصلات رخيصه وتكلفتها قليله. ودلوقتي قول لنا، ممكن تشتغل في النوع ده من التجاره؟ وهل كنت تسمع عنه قبل كده ولا لا؟